أهلا بيكم في مراجعة جديدة. مراجعة النهاردة عن تطبيق تقريبا موجود على موبايل كل واحد فينا مهتم بالشبكات والإنترنت. تطبيق واي فاي WBS WBA. بس السؤال المهم هو أنت عارف التطبيق ده بيعمل إيه؟ وهل هو أداة فعلا حقيقية لحماية خصوصيتك وتأمين الراوتر؟ النهاردة هقولك على كل تفصيلة في التطبيق ده، وهعرفك ازاي تستخدمه زي المحترفين عشان تكتشف ثغرات شبكتك وتعرف لو حد غريب مستلف منك النت وانت مش عارف. ركز معايا عشان في تريكات في التطبيق ده أول مرة هتسمعها. التطبيق محمله أكتر من 100 مليون مستخدم على متجر التطبيقات. بس ما تنساش، لو لسه مشتركتش في القناة اشترك دلوقتي وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك كل مراجعات الابليكيشن الجديدة. واول حاجة عايزة الفت نظرك ليها هي الواجهة البسيطة. اول ما بتفتح التطبيق بتلاقي واجهة بسيطة جدا. عايزين بقى نعرف وظيفة التطبيق ده ايه. هو في الاساس وظيفته انه بيفحص بروتوكول ال WBS في الراوتر عندك. وهو ايه ال WBS؟ ال WBS ده يا جماعة هو الباب الخلفي اللي لو مفتوح اي حد ممكن يدخل على شبكتك بمنتهى السهولة من غير حتى ما يعرف الباسورد المعقد اللي انت فاكر ان انت عامله معقد جدا ومحدش هيعرفه. التطبيق بيعمل سكان لكل الشبكات اللي حواليك وبيصنفهم بالالوان. وخد عندك بقى اللون الاخضر بيديهولك معناه ان الشبكة دي فيها ثغرة WBS وممكن تتجاب بسهولة، ودي اشارة خطر ليك لو دي شبكتك. اللون الأصفر معناه إن الاحتمالية نص نص، يعني دي شبكة متأمنة بس مش قوي. اللون الأحمر بقى ده للشبكات الآمنة ال WBS فيها مقفول، وده اللي احنا عاوزين نوصله ونوصل الراوتر بتاعنا ليه. وتعالوا مع بعض نعد المميزات اللي ممكن نلاقيها في التطبيق ده. التطبيق زي ما قلت لكم حمله أكتر من 100 مليون مستخدم معتمدين عليه. أولا لفحص الحماية اللي فيه. فحص الحماية دوت بيتم عن طريق ان التطبيق بيجرب اكتر من بين كود عشان يشوف الراوتر هيرد عليه ولا لا، وده بيعرفك قوة تشفيرك. جواه أداة ممتازة بتقيسلك سرعة النت الحقيقية سبيد تيست. بتقيس سرعة الرفع والتحميل عشان تتأكد ان الشركة مش بتضحك عليك. كمان هتلاقي فيه تحليل للقنوات، ودي ميزة عبقرية جدا. بيعرفك انهي قناة في الواي فاي هي الأقل زحمة حواليك عشان تظبط راوترك عليها والنت ما يفصلش معاك. رابع ميزة مهمة وهي ميزة كشف الأجهزة المتصلة. هتعرف بقى مين اللي فاتح نت معاك دلوقتي، ولو لقيت جهاز غريب يبقى مبروك عليك، انت محتاج تغير اعداداتك فورا. نيجي بقى لفقرة التريكات المستخبية واللي بقولها لك عشان اوفر عليك، عشان الناس اللي بتعرفها هي بس الناس اللي استخدمت التطبيق ده لفترة طويلة. انا هوفر عليك بقى الاستخدام الطويل وهقول لك على التريكات دي من الاول. اولا تركة الروت. لو موبايلك عليه روت التطبيق ده بيتحول لوحش يقدر يظهر لك الباسوردات المحفوظة على الموبايل اللي انت نسيها، ويقدر يعمل لك تجارب اختراق أعمق بكتير من الموبايلات العادية. تاني تركة، ودي تركة خبيثة وسر خبيث شوية، ثغرة النيل بن. في بعض الراوتر القديمة ممكن تدخل عليها ببين كود فاضي أو إصفار. التطبيق بقى فيه اوبشن بيجرب النوع ده من الثغرات تحديدا. اخر تريكة هقولك عليها وركز فيها وفعلا فعلها، دايما ادخل على الاعدادات واعمل تحديث لقاعدة بيانات الشركات. ده بيخلي التطبيق يتعرف على انواع الراوتر الجديدة والبين كود الجديدة الافتراضية بتاعتها بدقة اعلى. وفي النهاية يا شباب لازم اقول لكم ان تطبيق زي ده ممكن يكون سلاح ذو حدين. استخدمه عشان تأمن نفسك. لو لقيت شبكتك ظاهرة باللون الأخضر فورا ادخل اعمل إعدادات الراوتر واقفل خاصية ال WBS عشان تحمي خصوصيتك، وحاول ما تستخدموش في العكس.
ما تنساش لو جربت التطبيق اكتب لي تجربتك في التعليقات وعرفنا استفدت منه لحد فين واستفدت منه بإيه، وإيه اللي انت اكتشفته لما فعلت التطبيق. ما تنساش اللايك والشير عشان الكل يستفيد، واستناني في فيديو جديد.